السلام عليكم. الوداد الرياضي هي الفرقة الوحيدة في المغرب اللي ما كتعرفش واش عندها ايفيكتيف واعر ولا عندها ايفيكتيف خايب. المباراة الثانية على التوالي والخسارة الثانية على التوالي من بعد الرجوع من كأس العالم، قمة العشوائية في مقابلة اليوم. هادشي كامل غادي نهضروا عليه بالتفصيل الممل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما عليك غير دير جيم وسبسكرايب باش تعمل القناة ويوصلك الجديد ديالنا اول باول. انترو ان شاء الله. الوداد الرياضي في ماتش ميطا الاولى ماشي بحال الميطا الثانيه. ميطا الاولى فيها بزاف ديال الايجابيات وميطا الثانيه فيها بزاف ديال السلبيات. نبداو بالميطا الاولى ونمشيو نقطه نقطه. الوداد الرياضي دخلات ضاغطه ودخلات باغا دير البلوك، هو باغا تاخذ الكره عند المحمديه وتخليها لاعبه وتاخذ الكره في المناطق ديال المحمديه. الوداد الرياضي كانت داخله مزيان، لاعبه مزيان، كتحاول انها تخطف الكره في 5 ثواني 6 ثواني، وهادشي اللي كان غادي مزيان حتى الطرد ديال الداودي. هاد اللاعب هذا اللي ما فهمتش علاش كيلعب في البطوله الوطنيه بهذا المستوى الرديء هذا. ما عرف راسو واش لاعب كره القدم ولا لاعب حابه باغي يشدو باش انه يدير يدي على راسو. ما فهم في السيد والو هذا. الوداد الرياضي 30 دقيقه الاولى كامله هو كيلعب على العرضيات، باغي من اناجم يسونطري كره لسامبو ويسجلها. العرضيات بقاو لاعبين على الوداد الميطه الاولى كامله، زائد ان الوداد الرياضي عنده واحد القوه اللي خاصها تستغلها في المقابلات الجايه، واللي هي الضربات الثابته. الجعدي كان مقدم مقابله كبيره بزاف حتى للطرد، كان مقدم احسن ماتش في التاريخ ديالو. شفنا على انه ويت كلاسيكي، كيلعب كيعرف كيفاش يوصل الكواري لقدام، يكون هو داك اللاعب اللي كيطومبوريزي كره مزيان، اللي كيعرف يمتى يطلع ريتم يمتى يهبط ريتم، وكان غادي مزيان في الشوط الاول. المقابله الاولى ديال المدرب ديال مهدي النفطي، غادي نهضروا على التكتيك اللي بدا به السيد، كيلعب ب 4-2-3-1. الخطه اللي كاينه ديال هذا الوقت دابا، والخطه اللي كيلعبوا بجوج المدربين العالميين كيلعبوا بهذه الخطه حاليا، واللي هي لا مود دابا. اجي نهضروا دابا على شباب محمديه. شباب محمديه دخلت الخطه ب 4-4-2. اللاعب الكلاسيكي ديالها، لاعبين مزيان عسال كانوا، والدفاع ديالو كانوا دايرين بلوك با، ما مخلينش الكواري يوصلوا للبوطو ديالو حتى تسجل الطرد. والطرد خلى من محمديه يلعبوا دقه خلاهم يلعبوا وياخذوا الثقه في النفس ديالهم، خلاهم يوصلوا للبوطو ديال المطيع اكثر من مره. يعني بحال قلتي عاد ولاو ايكيليبري ملي خرج الداودي وسالات الميطه الاولى على هاد الشاكله. كلشي مزيان، كلشي مفيني، كلشي مقاد. هادو هنا، هادو مره كيهاجموا من هنا، هادو مره كيهاجموا من هنا. الشوط الثاني واللي كانت فيه بزاف ديال العشوائيه، واللي فكرنا في المقابله ديال الجيش الملكي. وغادي نبداها بالحسوني. هاد اللعاب هذا ما فهمتش انا كيفاش لعب 8، وهنا الخطا ديال المدرب انه كان خاصو يدخل باعوش باش يدير التغطيه الدفاعيه ويكون هو داك السيس اللي خلى الداودي بلاصتو. وشفنا على ان الحسوني لعب ويت ولعب الجعدي سيس، وهادشي اللي خلى الوسط ميدان ديال الوداد خاوي 45 دقيقه الثانيه كامله. والدليل هدف ديال شباب محمديه، السيد غادي كيجري اكثر من 50 متر باش يبقى غادي مرتاح يماركي عليك. وإلا هضرنا على شكون اللي دار الخطا في البيت الاول، فغادي يكون وسط الميدان ديال الوداد كامل الحسوني، اللي ما كانش داير الرقابه الدفاعيه ديالو اللي كانت خاصه دار، لان السيد لاعب ويت ما بقيناش غنحاكموه حيت هو لاعب 10. زائد ان زولا ما دارش واحد البريسينغ على داك اللعاب وخلاه يتير الكره على خاطر خاطرو. وهادشي اللي شفنا البيت، والبيت ماشي ديال مطيع باش نقول لكم، لان مطيع كان داير الرقابه ديالو عاديه، والقوه كانت القوه ديال التسديده راه كبيره بزاف. نقدروا نلوموا مطيع شويه في الهدف الثاني اللي كان خارج شويه على البوطو ديالو. وعلى المجمل راه ما خاصناش نحاكموا المطيع في هذه المقابله. مقابله اولى كان فيها دفاع كارثي من زولا، كان فيها وسط ميدان هش، كان فيها هجوم عقيم، كانوا فيها اجنحه ميتين الا اناجم اللي كان محرك شويه. واخا كان خاصو يدير افضل بكثير مما كان، لانه هو نجم ديال الفريق. وما فهمتش ان الوداد الرياضي باقا كتلعب بزهير المترجي كجناح، ما يمكنش. نرجعوا شويه للمحمديه. المحمديه بقات لاعبه مرزنه، بقات دايره البلوك ديالها حتى في الدوزيام ميطا، وكتلعب على الهجمات المرتده اللي جابوا لها، اللي جاب لها البيت الاول. وإلا هضرنا على افضل لعاب في شباب المحمديه في هذه المقابله، ما يمكنش ليا نقول شي واحد من غير عسال. لعاب كبير، لعاب كيكون هو القائد ديال شباب محمديه، عطى الرزانه الدفاعيه، عطى القوه الهجوميه، في انه كنشنا ان لا غولونس ديالو في هذه المقابله كانت مزيانه. كان كيحاول انه يطلع الفرقه ديالو، كان كيحاول انه يدير بدايه الهجمه بشكل سلس بشكل جميل. وهادشي اللي خلى من شباب محمديه ينتصر في المقابله ديال اليوم. الحاجه الوحيده اللي غادي نقولها على عسال، يستحق ان الرجاء والوداد يتضاربوا عليه باش يجيبوه، يستحق ان فرق بحال هذه تنافس عليه. لاعب كبير، لاعب مواصفات عالميه وعالميه، ما نتمنوا ليه الا الخير. اي فريق غادي يمشي ليه، وان شاء الله الرحمن الرحيم يبقى يقدم مستويات بحال هادو باش اولا يطور من المستوى ديالو، وثانيا باش انه
تتاح له فرصة أنه يمثل المنتخب الوطني المغربي إلى كان في مستوى عالمي. التغييرات ديال الوداد، جوج ديال اللاعبين دخلوا المقابلة ما عندهم حتى دور، ما عندهم حتى دور. كون بقات لاعبه الوداد ناقصه بجوج ديال اللعابه ما كانش غادي تاثر بالتاثير فاش دخل بوهراق وفاش دخل احداد، اللي واحد ضيع كره راسو سبوطو واخا كانت عاليه شويه، وواحد ما دار والو من غير انه دخل جاب العرقه ديالو وهبط الله يعاون العاونات. اجي ندير واحد التقييم ديال اللاعبين، شكون هما اللعابه اللي كانوا مزيانين في اطوال اللقاء، شكون هما اللعابه اللي كان خاصهم يخرجوا، وشكون هما اللعابه اللي ما خاصهمش يحملوا قميص الوداد الرياضي بصفه نهائيه. ونبداو باللعابه الواعرين اللي كانوا في اطوال المقابله. الجعدي برافو، فرحان برافو، هاد جوج ديال اللاعبين هادو قدموا مقابله كبيره وكبيره وكبيره بزاف، ومن شأنهم انهم يبقاو في الاضافه الجايه، خصوصا مع العوده ديال بن عياده، واللي نتمناو ان فرحان وبن عياده يكونوا في دفاعات فريق الوداد الرياضي. واحسن حاجه وقعت الوداد الرياضي هو ان هاد الكبوه هادي وقعت قبل اولا كاس العالم، قبل بدايه العصبه. خاص الوداد دابا تفيق باش انها تستعد لقادم المنافسات وقادم المباريات في البطوله الوطنيه، وتجمع النقاط قبل عصبه الابطال وقبل كاس العالم باش تمشي ليها بمعنويات مرتفعه جدا. واللعابه اللي كانوا مكفسين في هذه المقابله، غادي نقول زوير المترجي اللي ما بانش طيله اطوار اللقاء، ما دار ولا محاوله، ما دار ولا لعبه، ما دار والو. نقدر نقول على انه اكفس لاعب في المقابله، زائد الداودي اللي ما خاصوش يحمل قميص الوداد الرياضي كاع بهذا المستوى هذه. الا كانوا الرجاء كيغوتوا على حدراف سال الكره، فرا الوداديين خاصهم يغوتوا على الداودي انه سال الكره، يمشي يدير التحليل ويمشي يقرا باش انه يدير التأطير والتدريب. زائد الحاجه الثانيه اللي دار خطا المدرب هنا ديال الوداد هو التغيير ديال بن عياده وفرحان. بن عياده كان خاصو يدخل بلاص زولا ونشوفوا الثنائيه، لان متاكدنا على ان فرحان ما كانش معات بالدرجه الاولى، لان السيد خارج كيجري وخارج مرتاح مع الاز، وما عرفناش علاش خرجوا ودخل بن عياده، واللي كان خاصو يتغير هو زولا. اخر حاجه غادي نقول على هذه المقابله هو ان شباب محمديه تستحق هذا الانتصار، هذا انتصار جاء عن جداره واستحقاق، والوداد كتحقق الهزيمه الثانيه على التوالي واللي كانت مستحقه كذلك بسبب المستوى ديال اللاعبين ديالو. ما يمكنش لينا نحكموا على مدرب من اول مقابله، باقي غادي يحاول انه يجرب اللاعبين، باقي غادي يحاول انه يجرب خطط باش انه يطيع على التكتيك المناسب واللاعبين المناسبين اللي غادي يمثلوا فريق الوداد الرياضي في قادم المسابقات. ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنوا الخير لجميع المنافسين على لقب البطوله الوطنيه. هذا ما كان على الفيديو تحليل مقابله الوداد وشباب محمديه. ديروا جيم وسبسكرايب ودعموا القناه باش يوصلكم جديدنا أول بأول. سبحان اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.